هنقضي يوم كامل في المدينة ب30 ريال. هنروح المزارات وناكل ونتحرك اليوم كله ب30 ريال. تعالوا نشوف هيكفي ولا لا وهنجيب ايه. اول حاجة رحنا نجيب فطار، جبنا شاي وسمبوسك هوريها لكم دلوقتي. سمبوسك بالبطاطس. السمبوسه دي بتبقى زي سمبوسه كده بس كبيره شويه ومحشيه بطاطس، والشاي كان ب2 ريال والسموسه كانت ب3 ريال. وبعد كده صلينا الظهر في المسجد النبوي وتمشينا شويه جنب المسجد علشان نزور مزارات ومساجد مهمه جدا في المدينه. الساحه اللي احنا فيها دي اسمها ساحه المناخه، ودي اللي هتلاقوا فيها مساجد كتيره قوي حوالين المسجد النبوي. هتلاقوا في مسجد ابو بكر الصديق ومساجد مختلفه. انا اوريها لكم دلوقتي. واول مسجد هتشوفوه هناك هو مسجد علي بن ابي طالب، وتسمى بالاسم ده لانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى بالناس في عيد الاضحى سنة 35 هجريا. وجنبه على طول هتلاقوا مسجد ابي بكر الصديق اللي بيتميز بالمعمار المميز جدا، وتسمى على اسم ابي بكر الصديق رضي الله عنه لان هو صلى فيه العيد في عصر الدولة الاموية. بصوا تجمع الحمام هنا مش طبيعي، بصوا قد ايه تحفة. وبرضو جنبهم على طول هتلاقوا مسجد الغمامة، وده المسجد اللي بيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه اخر صلاة عيد حتى توفاه الله، وتسمى بمسجد الغمامة لانه اتحجبت فيه الشمس عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء صلاة الاستقصاء. ولازم اقول لكم انه المسجد ده هو الوحيد اللي ممكن تصلي جواه النساء. للاسف مسجد ابي بكر الصديق ومسجد علي بن ابي طالب ما فيهوش نساء، بس الرجاله اللي ممكن يخشوا يصلوا جوه. وهناك صلينا صلاه العصر، وكل الاماكن دي دخلناها ببلاش، مجرد تمشيه 5 دقايق من المسجد النبوي. وبعدها جعنا ورحنا على طول على المنطقه المركزيه، ودي هتلاقوها قدام بوابه 21 من المسجد النبوي. ده تحفه يا جماعه، في مأكولات من كل حتة في العالم، في لبناني، أمريكي، أفغانستاني، إندونيسي، تركي، صيني. قررنا إن احنا نجرب البيدا التركية، ودي كانت ب15 ريال. وهتلاقوا كمان قدام المطاعم دي أماكن تقعدوا فيها. واليوم اللي بعده رحت جربت أكلات من مطاعم تانية غير التركي، وبجد كانوا حلوين جدا. هحكي لكم عنهم في الفيديو اللي جاي اللي هيكون بيتكلم عن الأكل في السعودية، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش. وبعدها رجعنا تاني قدام المسجد النبوي عشان ناخد جولف كار ب10 ريال تودينا مسجد قباء، وده المسجد اللي معروف ان الصلاة فيه بأجر عمرة. وصلينا فيه العشاء، وبجد مش عارفة اوصف لكم قد ايه مسجد قباء مميز جدا والروحانيات فيه عالية جدا. وبكده نبقى قضينا اليوم كله ب30 ريال، اكلنا ورحنا المزارات وعملنا كل حاجة في المدينة. الفيديو اللي جاي على طول ده هتلاقوا فيه كل تفاصيل رحلة العمرة من غير اي شركة سياحة، فلو عايزين تعرفوا دوسوا على الفيديو.